السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنسلق لحمة ونعمل صينية بطاطس ولسان عصفور ورز حبة وحبة. او بسلق اللحمة وبطلع ريمة. هنسلق اللحمة ونطلع ريمة منها ونحضر كوباية قهوة اشربها. انا بحب القهوة الفرنساوي، بتبقى جميلة قوي باللبن، جربوها هتعجبكم جدا. معلش بعملها في اللبانة عشان خاطر انا بحب اشربها كوباية كبيرة. طلعي الريمة كويس جدا جدا من اللحمة عشان خاطر ما تخليش الشوربة غامقة. بس اهو عملت القهوة بلبن، هتفضلوا معايا. وحبة قراميش كده من الفرنة. دلوقتي بخرط البصل زي ما فهمتكم. نحضر الخضار بتاعنا الاول، بيسهل جامد علينا وبيسهل عليا، بيحسسني ان انا كده خلصت الاكل. يعني مجرد ما انا بشرب القهوة اهو، مجرد ما انا بحضر البصلة والثوم وبضرب الطماطم في الخلاط، انا بحس كده ان انا ايه، خلاص انا كده شغلي ايه. ولو الاكله مثلا محتاجه فلفل برضو بنضفه من جوه القلب بتاعه، فبتحسي ان الدنيا ايه هدي. بلما هو خلاص قشر البصل. الموضوع سهل وبسيط. قشرت الثوم بقشر البصل. هعمل شويه بطاطس صغيرين، 4 بطاطسات بس على قد 4 افراد، عشان صينيه البطاطس ما تقعدش، عشان برضو بتبقى تقيله في اكلها. على لسان العصفور الموضوع بيقضي يعني. وكمان كان عندي كمان بسله في التلاجة عاملاها. حطوا بصل عشان نعمل المرتة بتاعه اللحمه. بصل وطماطم وفلفل اسود وحبهان صحيح عشان ما كانش عندي مفروم مطحون. صلوا على النبي يا حبايبي. بصوا اهو حبان حبان، احط 4 فصوص كده وضربتهم في الكبه وهنزل عليهم. في ناس بتحط البصل صحيح والطماطم صحيح، انا من الناس المحبين لطريقه ضرب البصل والطماطم والحاجه في الايه، بحس بتدي للشوربه طعم احلى. بقشر البطاطس اهو، بنجهز اهو الخضار بتاع عفوا، بضرب الطماطم. على فكره انا عندي صلصه في الفريزر، طبعا قلت لكم انا مخزناها زي ما وريتكم طريقه. بس انا فعلا بحب صينيه البطاطس اعملها طماطم فريش، بحس ان بتفرق معايا. الا بقى لو مش موجود طماطم فريش هعمل ايه؟ دلوقتي انا بعمل البصله بتاعه صينيه البطاطس. توم وايه، توم ودي كزبره اللي انا بحطها. ادور على معلقه عشان احط لكم بيها. كزبره وكمون وبس، هي بس كزبره وكمون. وبحط بصلايه وثوم. انزل بحبه زيت اي ماده دهنيه. وادي المرته برضو اللي عملتها اللي هي البصله والثومه والكزبره. بص عشان هي لونها مصفر ليه، عشان الكزبره والكمون. شوحيها بتديكي يعني ريحه جباره بجد. قطعي البطاطس عليها وانزلي تشويحه قبل ما تحطي الطماطم. الطريقه دي سهله وجميله جدا وبتخلي طعم الحاجه جميله جدا. خلاص كده عرفنا طريقه البطاطس سهله وجميله جدا، وجربي الطريقه دي هتخليها معتمده على طول في حياتك. يعني ان انا بشوح البصل مع البطاطس، والبصل ده طبعا احنا كل شويه شقري برضك على اللحمه. بتقعد طبعا ساعه على النار، لو عندك حله بريستو بتقعد نص ساعه. اللحمه دي صغيره اهو. بشوح وقت طبعا على النار في اللحمه. ماشي.
عشان تستوي براحتها. بصفي بنزل بالطماطم، بصفي الطماطم. انا بحب اي طبيخ ليا اصفي الطماطم بتاعته. بس المصفى دي مش حلوه جدا، مش حلوه قوي في التصفيه دي، كويسه قوي في العصاير. اما في الطماطم لا مش عجباني، فانا هروح اجيب مصفى تاني واوريكم. حاسه بترهق يعني، ومش بتنزل اللحمه بتاعتها ده. او بص، انا بموت بقى في المصفى دي بقى مع الطماطم، بحبها جدا. المصفى الرفيعه دي مش بحبها مع الطماطم، وفي نفس الوقت برضه ما بتنزلش التفل بتاعها يعني، ما تخافوش. بص هعمل رز حبه وحبه. حطيت انا كده بص هعمل برضك لسان عصفور. بص دي زبده جاموسي. هنزل باللسان عصفور، اشوحه برضك وانا بشوح الرز حبه وحبه، ايدي هنا وهنا. متنسوناش يا حبايبي في الاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ولو في اي تعليق قولولي، كلموني. مثلا هنا بشوح قربت الكاميرا عشان اوري حبايبي صغيرين ايه آه تشويحة الرز واللسان عصفور. اهم حاجة تخلي ايدك فيه على طول. انا حبيت ان انا اعملها بزبدة في لسان العصفور. بس الشوربة ولونها جميل ازاي، وباخد منها حبة شوربة جمال جدا من المرتة اللي انا بعملها دي. ودي بسلطة البطاطس برضو بملحها، وبرضو شوية هحط لها ايه شوربة من سلطة البطاطس، هحط لها شوربة. هشوف اوريها لكم دلوقتي. بقلب في البطاطس بس هي بعيدة شوية فانتم مش شايفينها. اشوح لسان عصفور وادور الرز حبة وحبة، وهنزل عليه بحباية الرز الابيض. بص انا بوريكم القرمة دي، انا جايباها من ايكيا. عايزة اقول لكم تحفة 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 بجد، جيبوها جميلة جدا جدا جدا. قلت اوريها لكم. هما اتنين في بعض تقريبا ب100 جنيه، بس جميلة جدا. بص نازلة بالشوربة على الايه، بالشوربة على لسان عصفور. واطفي عليه خلاص، اطفي عليه. حابة تصفيها براحتك يعني، حاجة ترجع لك انت. حابة تحطيها ببصلتها انت بس هو الطفل هو موجود في الايه. بص انا بقى احب المصفى دي في الشوربة، اما في الطماطم لا. بس شوفوا شكلها جميل ازاي. صفيها يعني، حاولي تصفيها برضو بتبقى شكلها حلو احلى. حابة البصلة فيها براحتك يعني. انا قلت بدل ما تبقى ايه الشوربة عايمة على وشها البصلة وكده، قلت لا خليها صافية احسن. بس نازلة بقية الرز اللي هو حبة وحبة، واضح كده قدامكم. واقلب فيه شوية، وانا حاطه له طبعا الملح بتاعه، ظابطه الملح. هجيب بقى مية واحطها. هوريكم برضو منسوب المية قد ايه. برضو بقعد اقلب فيه عشان ياخد ايه تشويحة كده، الرز ده على الرز ده. شايفين لونه وجماله. انا برضو من محبين اوي رز حبة وحبة اكتر من رز الابيض. ادي المية اهو، بص قد ايه يعني. بتترفع صوبع كده عن ايه، عقلة صوبع كده عن عن الرز. بص اهي، مش بكتر المية. ادي اللحمة خلاص، ودي البطاطس. طبعا شفتوني وانا بحط شوربة للبطاطس.
هنزل بقى احمر اللحمه، حطيت حته الزبده وبحمر اللحمه، طبعا مهريه وجميله جدا وحاجه تفتح النفس بجد. انا بحب اجيب قطعيه الموزه، وفي عندي افراد في العيله بيحبوا الحته الخشنه، فبنوع ده من ده، بس اكتر الناس يعني عندي بيحبوا الموزه، وفعلا هي في اكلها بتبقى جميله جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم اهو دي الحته الخشنه دي. حسب ما تحبوا قولوا للجزار. انا عن نفسي بحب الموزه، برضو زودت حته الزبده، برضو بتدي طعم حلو قوي اللحمه والفراخ، بيبقى طعمها جميل قوي. التقليه طبعا بشرب الرز، طبعا هوريهولكم دلوقتي. الرز بيتشرب سوري. بص ادي شوربه وجمالها، بس ايه رايكم فيها؟ اوريكم صينيه البطاطس. وادي البسله اللي قلت لكم عليها، طلعتها بص في الطواجن. بص اكني عاملاها النهارده، هي كانت في التلاجة، طلعتها كده بشكل حلو. بص الرز مفلفل ازاي وجميل. بصوا بص جماله، ولا اروع من كده بجد يعني. قولوا لي في التعليقات تسلم ايدك، وقولوا لي تحبوا تشوفوا مني ايه كل جديد. ادي لسان عصفور، طعمه جميل. وادي صينيه البطاطس، حطيها بالصينيه براحتك. سلام.